ضغط وقلقان. كده احنا قلنا يعني ايه وساوس. طب القهور دي بقى سلوكيات او طقوس متكرره وبيقوم بها الشخص ده لتقليل الازعاج بتاع او القلق بتاع الوساوس اللي احنا لسه قايلينها. طب ايه الامثله المنتشره لده؟ التنظيف المتكرر، ان انا كل شويه اروح اغسل ايدي عشان خايفه ان انا جراسي. بس الحاجات دي انا مش بتكلم في الطبيعي، انا بتكلم على الحاجات المتكرره بشكل غير طبيعي. وعندنا برضو التاكد المتكرر، ان انا كل شويه ارجع اشوف انا قفلت الباب ولا لا، كل شويه اروح اشوف انا قفلت الفرن ولا لا، كل شويه ارجع ان انا اتاكد ان انا قفلت النور ولا لا. والموضوع ده ما بيبقاش مره او اتنين، ده بيبقى متكرر بشكل مزعج جدا. والعد والتكرار والترتيب والتنظيم، انا بقعد ارتب في الحاجه بطريقه لحد ما احس ان كده بقت طبيعيه. البرواز ده معمول كده شويه، لا انا عايزاه كده، او انا متعود ان هو شكله معمول كده فانا لازم اخليه طول حياتي معمول كده. طب نرجع بقى للاول خالص، اضطراب الوسواس القهري. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت بتقولي ايه اصلا؟